السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد والنهاردة هتكلم على طبعة بتسأل عليها كتير جدا، لدرجة إن في ناس بتحاول تقنعني بيها. يعني أنا كواحد بتاع صيانة، الناس بتحاول تقنعني إن الطبعة دي كويسة، اللي هو اللي بيشتري أصلا بيقنعني إن الطبعة دي كويسة. اول حاجه احب اعرفكم على الطبعه اللي هنتكلم عليها النهارده، وهي الطبعه اللي هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشه، اللي هي الاربعه 510 الريكو او ريكو 4510 او 4500 او 3600 او 3610. كل دولت طبعه واحده او شكل واحد وديزاين واحد، هو الفرق بس في الشبايه او شريحه الحبر. طيب، ايه اللي خلاني اقول ان الطبعه ديت وحشه؟ في قاعده يعني بتقول الغالي ثمنه فيه. يعني ايه الغالي ثمنه فيه؟ يعني الطبعه ديت ثمنها في السوق حوالي من 1000 ونص ل 2000 جنيه، لا تتعدى السعر ده. طيب، ال 1000 ونص او ال 2000 جنيه دولت بيدوك طبعه ممتازه. هي طبعه كويسه جدا في حاله ان هي شغاله وزي الفل ما فيهاش مشاكل. طيب، لما انت بتقول كده، طب ايه اللي انت مخوفنا منه، او ايه اللي بيخليك تقول لنا ما نشتريش الطبعة دي؟ الطبعة ديت ما تشتريهاش عشان عيب واحد، وهو يونت الدرام. الطبعة ديت اولا بتيجي منفصلة، الحبارة غير يونت الدرام. يعني الحبارة بتبقى جزء لوحده، ويونت الدرام بيكون جزء لوحده. الحبارة خلينا نقول وان تمن الحبارة على تمن معدل الورق اللي هي بتعمله كويسة، سعرها كويس ومناسب. لكن يونت الدرام، اما انا اروح اشتري يونت درام بيكون تمنه تمن المكنة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يونت الدرام جديد تمنه 1700 جنيه 1800 جنيه، والمكنة كلها من 1500 ل 2000 جنيه. طب انا كده كسبان ايه؟ يعني انا بمجرد ان انا مشتري المكنه ارمي المكنه، بمجرد ان انا مشتري المكنه ويونت الدرام حصل فيه مشكله، ارمي المكنه كلها واجيب مكنه جديده؟ ما هو كده احسن لي. هو كده يعيب المكنه؟ طبعا يعيب الطبعه. انا عايز طبعه تكون، اشتري طبعه تكون تكلفتها عليا كويسه في الحبر، ويكون بعد كده قطع غيارها متوفره وقطع غيارها في متناول الايد. ما اروحش جاي اجيب مكنه او طبعه ب 1000 ونص او 2000 جنيه، واجيب بتمنها قطعه غيار واحده اللي هو يونت الدرام مثلا. شبيهاتها بقى كتير، يعني في حاجات تانية في موديلات تانية نفس الكلام ونفس الفكرة، هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديوهات تانية. طيب، انا كده يعني زي ما بيقولوا ايه، حطيت لك العقدة في المنشار وكرهتك في المكنة دي. انا مش بكرهك في حاجة، انا بقول لك على التفاصيل بما يرضي الله، وانت واللي انت عايزه بقى. يعني انا قلت لك، اديتك المعلومه لوجه الله. عايز تروح تشتريها والبياع اقنعك بيها وعرف يقول لك مثلا انا هضمن لك قطع غيارها، هضمن لك صيانتها، هضمن لك كل حاجه، واقتنعت بالكلام، خلاص توكل على الله، مفيش مشكله. بس اهم حاجه تكون ضامن ان هو هيوفر لك قطع غيارها، هيوفر لك احبارها، هيوفر لك اي حاجه قطع غيار في الدرام. يعني يوفر لك قطع غيار في المكنه وقطع غيار في الدرام. بالتالي انت هتقدر تتعامل مع المكنه وتشتري المكنه والمكنه تكون زي الفل. انا مش عايز بس اطول على حضراتكم، ودلوقتي هقول لكم مثلا على موديلات في نفس الرينج او تزيد شويه، بس قطع غيارها متوفره، حبارتها كويسه، الكلام ده كله. عندك مثلا ال 3710 السامسونج، دي طبعه كويسه في الفئه السعريه من 2000 ل 2000 ونص. تمام، دي طبعة كويسة تقدر تعتمد عليها، تقدر تجيبها مثلا في بيتك، وطبعا دوبلكس ونتورك. الحبارة بتاعتها بتعمل حوالي 5000 ورقة، الحبارة ب 600 جنيه جديدة. بتملى لها حبر، بتغير لها شريحة، الكلام ده كله في متناول الإيد. يعني تغيير الحبر بتاعها بحوالي 250 جنيه، والشريحة بحوالي 100 جنيه. يعني بتديك معدل كويس مش وحش. وفي ناس دلوقتي بتقفل موضوع الشريحة ديت خالص من على الطبعات دي. الطبعة التانية برضو اللي احنا ممكن نقول عليها في السامسونج، اللي هي التلاتة والتلاتة وتلاتين عشرة، هي أخت التلاتة 710 بنفس المواصفات.
وزيهم او اعلى شويه اللي هي 37 53، بس ديت اعلى شويه في اعلى شويه في الامكانيات، ان سرعتها اعلى من 33 10 و 37 10، وان هي بتيجي باتنين سوكت يو اس بي، وكمان نتورك ودوبلكس، ف كويسه جدا. والحباره تعتبر نفس الحباره مع اختلاف الشبايه طبعا، واختلاف شويه حاجات كده داخل الحباره، لكن هي نفس الفكره العامه بتاعه الطبعات السامسونج. وفي الطبعات السامسونج مش هقول لك غير الثلاث موديلات دولت اللي انت تعتمد عليهم، او اللي هم منتشرين عندنا في مصر. فخليك في حيز الثلاث برنترات دولت او الاربع برنترات دولت: ال 33 10 37 10 ال 53 ال 37 53 او ال 37 50. الاربع برنترات دولت يعني جودتهم حلوه، قطع غيارهم متوفره، دنيتهم حلوه خالص، وصيانتهم سهله جدا. فدولت اللي تخليك فيهم في السامسونج. تمام. ونبعد خالص عن الريكو ال 4510 وال 4500 وال 3610 وال 3600. طيب في الريكو حاجات حلوه، عندك ال 3410 وال 3510 وال 3400 وال 3500. الاربع طبعات دولت يعتبروا هما الثلاثه باكج واحد، بس الفرق في حاجات بسيطه، يعني زي الفرق في ان واحده فيها دوبلكس وواحده ما فيهاش، واحده فيها نتورك وواحده ما فيهاش. كده الاختلافات ديت لبعض الناس مش اختلافات جوهريه، يعني مش هتوقفك على حاجه. انت فاهمني طبعا، وفاهم قصدي ايه لو انت مهتم بمجال الطباعه والكلام ده. ده اللي انا اقدر انصحك بيه في الطبعات ديت. وديت الطبعه اللي انا اقدر اقول لك بلاشها خالص، وما تعتمدش عليها، وما تحطهاش في حسبانك ان انت تجيبها، الا اذا اقتنعت بكلام اللي هيبيعها لك. واللي هيبيعها لك ده ضمنها لك بنسبه 150%، مش بنسبه 100%. لازم تكون متاكد بنسبه 150% ان هو هيضمن لك حاجاتها من قطع غيار، من كل حاجه. في الحاله ديت اقول لك توكل على الله واتفضل، الطبعه هتبقى كويسه وزي الفل. انا مش عايز اطول على حضراتكم اكتر من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسيش تشيروا الفيديو علشان خاطر كله يستفيد، واي حد عايز يشتري طبعة ان شاء الله يستفاد بالفيديو ده، لو انا عرفت افيدكم. لو عجبكم بقى يا ريت تدعموا القناة باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.